السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناة الساهر الرحال. أما وقد رأيت ولاحظت تقهقرا كبيرا لدى كثير من الإخوة الأحبة في موضوع تحليل الإشارات، ومن الأساس عدم فهم الإشارة الرئيسة نوعها أو أي نوع من الإشارة. لاحظت وجود فقر لدى كثير من الإخوة المتابعين في موضوع كيف نفرق بين أنواع الإشارات، ولذلك ارتأيت أن يكون لدينا موضوع مهم جدا من حيث إطلاع الإخوة والمهتمين بشكل عام على هذا الموضوع القيم إن شاء الله تعالى، والذي سيكون له فائدة وسيكون بمثابة المدخل إلى علم الإشارات الحقيقي. المبتدئ، وهذا الدرس موجه بالأساس إلى المبتدئين بالدرجة الأولى، ولكن هذا لا يعني أن من لديهم المعلومات الكافية أيضا أن يطلعوا على هذا الموضوع. ربما لديهم غموض في بعض المعلومات ينبغي توضيحها، وربما لديهم غياب أو أخطاء في بعض المعلومات ينبغي أيضا تصحيحها. هذا العلم إخوتي الأحبة كثير من الإخوة وحتى المتمرسين منهم قد يجهلون كثيرا من المعلومات المختصة والمتعلقة بأنواع العلامات الأساسية وأماكن تواجدها وكيف رسمت ولماذا رسمت ولماذا اختيرت هذه الإشارة دون غيرها من الإشارات. هذا الموضوع يجهله الكثيرون، ولذلك أحببت أن أدرج بعض أسرار، وأسميها أسرار بالفعل، أسرار هذا الموضوع، لعل وعسى أن تتكون لدى الإخوة مفاهيم جيدة جديدة ومبنية على أسس صحيحة. وأعتقد أنه بعد انتهاء هذه السلسلة من الدروس سيكون لديكم جميعا مخزون جيد من حيث فهم هذه البنود وكيفية التعامل مع الإشارة بمجرد النظر إليها. هذا ما ينبغي أن نصل إليه إن شاء الله تعالى. الإشارات الرئيسة تنقسم من حيث نوعها إلى 7 إشارات مهمة جدا، 7 أنواع مهمة جدا من هذه الإشارات. أولا الإشارة الحفر، ثانيا الإشارة النفر، ثالثا الإشارة النقر، ثالثا أو رابعا إشارة الرش، وأيضا هناك الإشارة اللصق، وهناك الإشارة التخطيطية أو الرسم، وهناك أيضا الإشارة المبنية. مجموع هذه الإشارات 7، وأنا أتكلم فقط هنا إخوتي الأحبة عن الإشارات التكنيزية، ولا شأن لنا بالرموز الحضارية التي قد يكون هناك منها أنواع كثيرة. سنبدأ أولا بالإشارة الحفر، وهي تسمى أيضا بالإشارة الغائرة، أي التي لها عمق في المستوى الذي توجد فيه. فمثلا إذا كانت على سطح صخرة أو في جدار أو في سقف أو غير ذلك، ويكون لها عمق محدد وواضح ولو كان مليمتر واحد، وهو أقل عمق معتبر للإشارة الحفر، عندئذ نقول أن هذه الإشارة حفر. أعلم أنكم تعرفون الكثير عن هذا النوع من العلامات، ولا أريد أن أكرر ما تعرفونه، ولكن أحب أن أوضح أنه ليس صحيحا أن الإشارة الحفر تحدد مقدار عمق الهدف أو عمق الفراغ، فهذا جاء على نطاق ضيق وربما بالمصادفة، وهو مخالف لحقيقة معنى عمق الإشارة الحفر.
حيث أن الحقيقة هي أن عمق إشارة الحفر له علاقة بتحديد المسافة الأفقية بين الإشارة والهدف. كيف ذلك؟ سأوضح هذا بمثال. لنفترض أن لدينا جرن بيضاوي قطره 15 سنتي وعرضه 10 سنتي وعمقه 7 سنتي، فإن المسافة إلى الإشارة التالية أو الهدف تحسب كالآتي: المسافة تساوي الطول ناقص العمق، ويساوي 15 ناقص 7 تساوي 8 متر. هناك فائدة أخرى ومعنى آخر من معاني الإشارة الحفر، وهي أنها تعطي الباحث فكرة عن تضاريس الفراغ الذي يحتوي على الهدف وشكل الفراغ من الداخل، وهذا ما نراه حقيقة في بعض أنواع الجرون الدائرية، حيث نرى فيها جرون أصغر وانحناءات محفورة في جدران الإشارة. أيضا من معاني صفة الإشارة الحفر أنها أصلح لاحتضان إشارات أصغر منها تكون داخلها، وهنا تسمى الإشارة الحفر بالإشارة الحاضنة، لأنها تحتضن في جدرانها وأرضيتها إشارات أخرى لها أهمية معينة. فمثلا قد نجد جرنا مطمورا منذ مئات أو ألوف السنين وما زال يحتفظ في جداره بنقش محدد، أو جرن صغير أو بصمة، وهذا لا يمكن تحقيقه في أنواع الإشارات التي سنذكرها لاحقا. بمعنى آخر، قد نسأل أنفسنا سؤالا محددا عندما نشاهد إشارة حفر بعمق معين، وهو: لماذا اختار صاحب هذه الإشارة أن تكون إشارته حفر تحديدا وليس نفر مثلا أو رسم؟ الجواب عائد إلى رغبة صاحب الإشارة في الحرص على إشارته ولو مر عليها ملايين السنوات، فإن الحفر في الصخر يبقى أثره مهما طال الزمن، ولذا فهو عندما اختار إشارة حفر فمعنى هذا أنه قرر أن يحافظ على الإشارة ما دامت الصخرة الحاملة لها موجودة مكانها، وغير ذلك من المزايا والفوائد التي ذكرت بعضها قبل قليل. هناك إشارات لا يمكن أن تأتي إلا حفر، ولا تصلح أن تكون نفر أو نقر أو غير ذلك، وهي مثل الجرون بجميع أنواعها، والسيالات المختلفة، ومربط الفرس، والبصمة. كما أن هناك إشارات ممكن أن تأتي حفر وتأتي غير حفر، مثل الحية واليد البشرية. لا تنسوا إخوتي الكرام أننا نتحدث عن الإشارات في موضوعنا هذا على أساس أنها إشارات تكنيز وليس رسومات ورموز حضارية. إذن يجب أن نتذكر دائما أن صاحب الإشارة اختار نوع الإشارة حفر أو نفر أو نقر إلى آخره بناء على رغبته في حفظ إشارته من التدمير بفعل عوامل الطبيعة والعوامل البشرية أطول فترة ممكنة. وهذا الاختيار محكوم أيضا بعدة عوامل، من أهمها درجة صلابة الصخرة التي يريد أن يصنع إشارته فيها، وسيتبين معنى هذا المفهوم من خلال الدرس والدرس التالي.